صباح النور لارا إليك وللجميع المشاهدين. بالفعل تحدث النواب ميشيل معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وأديب عبد المسيح عن ملف التدقيق الجنائي، وتساءلوا وتوجهوا بأسئلة إلى الحكومة حول هل ستتحمل مسؤوليتها في محاسبة المتورطين في هذا الملف، إضافة إلى أنها هل ستقوم ب كما ذكرنا إعادة الأموال المنهوبة. ولكن إضافة إلى ذلك النائب ميشيل معوض حذر من حصر المسؤولية بشخص رياض سلامة، قائلا إنه حكما المسؤولية تقع على عاتقه ولكن أيضا على الحكومة، وأن التعطيل ليس من مجلس النواب في ملف التدقيق الجنائي، ولكن هو أيضا هو بسبب عدم وجود أي حكومة فاعلة. إضافة إلى أن النائب فؤاد مخزومي تساءل أيضا عن سبب وجود أو تحديد فترة تتعلق بتقرير لماذا اقتصر على السنوات بين 2015 و2020، وقائلا أن هناك المزيد من الجرائم المالية والنقدية التي حصلت بعد 2020. أما فيما يتعلق في اللجان التي تعقد حاليا في مجلس النواب، فعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة لها، وحضر هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار و المهجرين عصام شرف الدين، الذي قال أن هناك عوامل تعرقل تحديد أو إرسال لجنة وزارية وتشكيل وفد وزاري ليذهب إلى سوريا وليتابع هذا الموضوع. وهذه اللجنة تحدثت عن دخول اللاجئين السوريين خلسة أو بطرق غير شرعية، ومشيرين إلى أنها سيتابعون هذا الموضوع بطريقة دقيقة أكثر مع الحكومة. أما فيما يتعلق في لجنة الإدارة والعدل، فمن جهة أخرى تناقش عدم الاقتراح الرامي إلى عدم إعطاء مكتومي القيد الجنسية اللبنانية منذ عام 2011 أكثر. لارا، نستمع الآن لما قاله النائب ميشيل معوض بعد انتهاء مؤتمر كتلة التجدد من مجلس النواب.